السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. النهاردة بقى الجو فظيع يا جماعة في البرد جدا، ومحتاج حلة محشي زي دي تتظبط كده وتبقى تمام التمام، والطريقة بتاعتها تكون مختلفة وأول مرة ان انتوا تشاهدوها وتشوفوها على اليوتيوب. ما يلا بينا كده نشوف تكاتنا ونشوف حركاتنا في المحشي بتاع ايمي والعائلة. يلا بينا كده، عندنا حبة أسرار حلوين نفسي إن انتوا تعرفوهم، هنعرفهم بإذن الله بمشاهدة الفيديو ومتابعته لحد الآخر. الفيديو يا جماعة مليان أسرار من أوله لآخره، فيا ريت يا ريت إن انتوا تسمعوا الفيديو لحد الآخر، ما تجرهوش هتندموا جدا لو انتوا ما سمعتوش الفيديو لحد الآخر. مليان كل أسرار وطريقته بجد روعة. وإلا كمان بقى المحشي بتاع البصل ده حاجة كده من الآخر، اللهم بارك. ومعانا كمان محشي الكوسة. فأنا بقول لكم هو نحط لايك لأن الفيديو بجد يحتاج اللايك، لأن هنخرج من الفيديو بتاع النهاردة أساتذة في المحشي زي ما بقول لكم كده. معايا طريقة سلق الكرنب، ومعايا كمان كذا طريقة للتقطيع وللف المحشي. يلا بينا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ يا ريت لو انت أول مرة تتابعيني وتزوري قناتي تعملي اشتراك للقناة، ولو انت مشتركة ومتابعاني يا ريت ان انت ترفعي الفيديو بالاعجاب لانه يستاهل بجد الاشتراك ويستاهل الاعجاب. ويا ريت كمان كده تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. يلا كده نبدأ. اول خطوة لينا احنا هنبتدي طبعا ان احنا نعلق على اللحمة، يعني هنحط اللحمة كده ان هي تستوي، دي اول خطوة لينا. طبعا هننزل كده بمعلقة من المادة الدهنية، معاها كمان فص من المستكة، وننزل بورق لورا وكمان كبابة صيني، ونسيبهم كده ان هم يعني حوالي دقيقة كده ان البهارات بس تطلع الريحة الجميلة بتاعتها. هننزل كده باللحمة بتاعتنا ايا كان بقى، لحمة الفراخ اللي انتوا حابينه. وده السر بقى اللي بيخلي المحشي بتاعك حاجة فوق الوصف، الماسورة دي. وهي دي بقى اول سر من اسرار الوصفة بتاعت النهاردة. الماسورة دي بجد بجد بتخلي المحشي خيال. هننزل بقى طبعا كمان كده بالبوكيه جرنيه بتاعنا اللي هو عبارة عن البصل والجزر. ولو انت حابة ان انت تضيفي اي اضافات تانية ممكن ان انت تضيفيها. يلا كده نغطي على الحلة بتاعتنا ونسيبها كده على نار تكون هادية، تاخد وتدي كده وتتشوح وتاخد من الخضار الجميل اللي احنا حطيناه كله مع بعضه ده. ويلا بينا نشوف الكرومبة بتاعتنا الجميلة اللي احنا جايبينها من السوق دي، نشوفها هنعملها كده مع بعض ازاي. وايه كمان بقى طريقة سلقك معانا، ايه الجديد فيها هنشوفه مع بعض طبعا بمتابعة الفيديو. يلا بينا نبدأ كده وهنشوف مع بعض. طبعا احنا بنشيل الورق اللي هو ملوش لازمة خالص، يعني اللي هي بتكون خضرة خالص ومش مش هتنفع ان هي تتحشي، فبشيلها خالص اهو. وهبتدي ان انا اقطع الكرنبايه معايا زي ما انتوا شايفين كده. فرغنا الكرنبايه زي ما انتوا شايفين اهو، في حته كده في القلب هبتدي ان انا اطلعها وكده تبقى معايا تمام التمام. اتخلصت من الجزء اللي انا قلت لكم عليه اهو. هبتدي اقلبها كده عشان لو في اي حاجه تنزل. يلا بينا بقى نشوف المية اللي احنا هنحطها كده ونسلق الكرومبة بتاعتنا. عندنا هنا نص حلة مليانة مية طبعا، وهننزل كمان معاها كده بورقتين لورا. الورق بتاع اللورا جميل جدا في ريحة الكرنب، بيضيع لك الريحة بتاعته تماما. ومعاهم كمان كبابة صيني. والسر التاني، احنا عرفنا السر الاولاني كان ايه، السر التاني بقى نص معلقة من السكر. نص معلقة من السكر بتديكي كده تسكيرة للورقة، وبتخلي الكرنب يستوي بسرعة. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الملح، ومعايا نص ليمونة. وهي دي المية بتاعة السليق بتاع الكرنبة بتاعتنا. هننزل كده زي ما احنا شايفين المية بتاعتنا خلاص غلت اهي. هننزل بالكرنبة بتاعتنا وهنشوف طريقتنا في السوا حالا مع بعض. سامحوني معلش الفيديو هيبقى طويل عليكم شوية، بس مفيد جدا وخصوصا كمان للي هم سنة أولى جواز. هننزل كده بالكرنباية بتاعتي وابتدي ان انا ادورها بايدي زي ما انتوا شايفين كده.
تمام بالظبط زي ما انا بعمل كده بالظبط وانتوا شايفيني في الفيديو. قيمة حوالي 5 دقايق هنبتدي ان احنا نقلبها كده على اليمة التانية وندور فيها برضو بايدينا زي ما انتوا شايفين ومتابعين معايا في الفيديو كده. هجيب بقى المغرفة وابتدي ان انا اشيل من المية السخنة دي واحط في قلب الكرومبة. اثناء الكرومبة بتاعتنا ما بتنسلق ما يلا كده ندردش مع بعض في شوية معلومات كده انا اعرفهم عن الكرومب. الكرومب يا جماعة اللي ما يعرفش هو 3 انواع، منهم الكرومب البلدي ده اول نوع، تاني نوع اللي هو الكرومب السبعيني، تالت نوع الكرومب اللي هو البطة. وما تسألونيش ما تقولوليش ليه سموه بطة، انا مش عارفة، هو تقريبا بان عشان ما هو صغير كده ومكلفت في بعضه كده فعشان كده سموه بطة، مش عارفة الله اعلم. الكرومب اللي انا بطبق بيه الوصفة حالا دلوقتي الكرومب السبعيني. بصوا انا بقول لكم الورقة عشان ان انتوا تعرفوا ان هي استوت لازم ان احنا نغرز ضفرنا فيها كده. لو ضفرنا نزل فيها بتبقى خلاص الورقة بتاعتي بقت تمام التمام وبكده تكون اتسلقت. يلا بقى نرجع مرجوعنا تاني للمعلومات بتاعتنا. طبعا الكرنب البلدي ما بياخدش سليق خالص، يعني ما بياخدش وقت في السليق، بيتسلق بسرعة. تاني حاجة برضو الكرنب السبعيني برضو ما بياخدش وقت في السليق برضو. تالت نوع بقى اللي هو البطة، بيزهق شوية في السلق، يعني بياخد وقت كده في السلق. فكل نوع من انواع الكرنب ليها سلق معين. زي ما انا قلت لكم كده الكرنب البلدي بيتسلق بسرعة، ويليه برضو السبعيني، تالت حاجة بياخد وقت اللي هو الكرنب البطة. انا كده بفرفط الورق من بعضه، يعني بفرط الورق بتاع الكرنبة من بعضها بحيث ان المية السخنة بتاعتي كلها تخش جوه الورقة وما تاخدش وقت في السلق. وطبعا احنا حطينا نص معلقة السكر فهي مفيدة اصلا وبتسرع عملية السلق بتاع ورق الكرنب. انا هنا خلاص خلصت الكرنبايه هون، وزي ما انا بقول لكم بحط الورق الكبير على بعضه والورق الصغير بيبقى كده على جنب لوحده. يلا بينا بقى نشوف مع بعض هنقطعه ازاي، لنا طريقه معينه في التقطيع هتستفادي منها طبعا لما تعرفيها. يلا بينا كده نشوف التقطيع بتاع الورق معانا هيكون ازاي. طبعا احنا بنشيل الجزء اللي هو الفوقاني خالص ده اللي احنا بنقول عليه الضلع بتاع الكرنبه، هنتخلص منه وهنشوف مع بعض هتتقطع ازاي. طبعا انا بلفها زي الرول كده وبقسمها، لو الورقة مش كبيرة بقسمها نصين، الورقة كبيرة معايا بتتقطع 3 اجزاء، يعني كل الورق هيمشي معاكي بنفس النظام. ودي كانت اول تقطيع علينا، برضو كمان تقطيعة انا هوريها لكم وهتبقى السر الثالث من اسرار المحشي بتاع النهاردة او الوصفة بتاعة النهاردة. هبتدي اخد كذا ورقة كده واشيل الضلع بتاعها اللي هي احنا قلنا القطعة اللي هي فوق دي، احنا يا جماعة بنسميها الضلع وهي ملهاش مسمى غير كده. انا هاخد بقى كده كذا ورقة عملتهم قطعتهم، هفرد الورق قدامكم زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة. على فكرة يا جماعة الرخامة نظيفة جدا وما فيهاش اي حاجة، وهو ده السر بتاعنا، النشابة. همشي النشابة بتاعة العجين على الورق بتاع الكرنب كده. بصي الورقة هتبقى سلسة معاكي خالص وهتبقى طرية جدا، تتصرفي فيها زي ما انت عايزة. بجد الطريقة بتاعة النشابة دي جميلة جدا، للي ما يعرفهاش ياريت ان انتوا تستخدموها. اول مرة استخدمتها عجبتني جدا. انا هنا هو كمان بقول لكم ان انا هقطع الورقة اهو وهمشيلكوا عليها برضو قبل ما احنا نشيل الضلع. بصوا بعد ما هي كانت قاسية كده وواقفة تحسي ان هي خلاص بعد ما مشيتي عليها النشابة بتبقى طرية خالص وسلسة معاكي زي ما الفيديو موضح لك كده. بصوا بطريقة النشابة دي هيكون الورقة هتكون طرية وسلسة جدا معاكي. والضلع فيه ورقة كده بيبقى عند الضلع بتحسيه ان هي واقفة معاكي الورقة كده وانتي بتلفيها، يعني بتكون الورقة قاسية شوية وصعبة كده في اللف وانتي بتلفيها.
باستخدام النشابة دي هتلاقي بجد بجد الامور اتظبطت معاكي خالص، وبتخلي الورقة كده سلسة وطرية جدا، وبتبقى سهلة اللف. على فكرة الطريقة دي ممكن ان انت تستخدميها جدا، وهتجيب معاكي نتيجة افضل كمان مع الورق اللي هو او اسفة الكرنب اللي هو البطة. لان احنا عارفين ان كرنب البطة بيبقى الورقة كده بتبقى تخينة، وبتبقى تحسيها ان هي واقفة وجامدة كده، وقاسية شوية عن خلافا عن الكرنب البلدي والكرنب السبعيني. احنا عارفين ان الكرنب البلدي بيكون الورق بتاعه رقيق هو والكرنب السبعيني، اما الكرنب البطة بتبقى الورقة كده بتبقى مليانة وبتبقى قاسية. وده كان تالت سر من اسرار الوصفة بتاعة النهاردة. هقطع كل الكمية وهرجع لكم تاني. خلاص انا قطعت كل الكميه اهون، وبقول لكم في قلب الفيديو ان انا باكل الضلع بتاع الكرنب. ما تقولوليش ان انت اللي بتاكليه لوحدك. مين بقى يا جماعه كده بياكل الضلع بتاع الكرنب؟ ايوه انا سامعه ان انتوا بتقولوا عاده في كل المصريين. بصوا بقى، هنجيب بقيه الضلوع اللي هي عندنا كده الضلع، وهنجمعهم كده كل 3 4، ونبتدي ان احنا نخرطهم بالطريقة دي. بتخرطيهم ليه؟ هنعرف دلوقتي بنخرطهم ليه وهنعوزهم في ايه. بس تابعوني كده لحد الاخر، ويا ريت كده ما تسرحيش معايا، ويلا قومي اعملي لايك للفيديو، اعملي لايك وارجعي لي تاني. ولو انت مش مشتركة واول مرة تزوري قناتي، يا ريت تعملي اشتراك عشان دعمكم بيفرق معايا جدا. هقطع كل الكمية وهرجع لكم تاني، استنوني. قطعت الضلعة بتاعت الكرنب زي ما انتوا شايفين اهو، او خرطتها، ايا كان انتوا حابين تقولوه قولوه. خلاص انا انتهيت كمان من تقطيع الورق زي ما انتوا شايفين، وعلمتكم كذا طريقة. وبقول لكم يا جماعة استخدموا النشابة، النشابة جميلة قوي. لو انت اول مرة تعرفي، يا ريت ان انت تستخدميها بجد بجد، هتسهل حاجات كتير معاكي. هقطع بقى الورق على قد الصباع، وهوريكم برضو كذا تقطيعة معايا كده بقطعها ازاي. ممكن ان انتي كده بالنظر ان انتي تقطعيها يعني قيمة الصباع، وهوريكم كمان طريقة تانية حالا دلوقتي هتشوفوها معايا. بس تابعوا معايا الفيديو. هو الفيديو طويل يا جماعة، بس والله بجد فيه معلومات كتير وهتستفادي منه. بصوا بقول لكم، هي دي شكل التقطيعة بتاعتي في التقطيعة الأولانية، يعني في الطريقة الأولانية بتبقى بالظبط كده كل ورقة قد التانية. ونحاول كده ان احنا نظبط الصوابع بتاعتنا قد بعضها بالظبط. وكل ده يا جماعة بيعتمد على النظر. انا ابتدأت ان انا اعمل لكم برضو التقطيعة التانية هو على الرخامة. وزي ما احنا عارفين برضو الرخامة يا جماعة نظيفة جدا، انا مش هستخدمها خالص الا لما تكون نظيفة. وطبعا انت كده كده بتبقى حاجتك كلها نظيفة، زي ما انا بوريكم كده وموضحه لكم في الفيديو. ان احنا بنقطع مثلا الصباع الاولاني، ونبتدي نحط الصباع اللي احنا قطعناه على الورقة، عشان بحيث ان يكون الورق كله قد بعضه زي ما انا موضحه لكم كده في الفيديو. ودي كانت الطريقة التانية معانا. اي طريقة بقى من الطريقتين دول انت مستريحة فيها استخدميها. وكمان انا هوريكم معايا كمان تالت طريقة، مش هي دي، لا الطريقة اللي جاية هتكون تالت طريقة. واظن كده الفيديو موضح لكم الطريقة التانية بيكون ازاي. هعمل معاكم بقى الطريقة التالتة كده وهرجع لكم بقى تاني. انا كده خلصت الطريقة الاولانية والتانية، ناقص طبعا ان انتوا تشوفوا معايا تالت طريقة في التقطيع. واي طريقة بقى زي ما انا قلتلك حابة ان انت تستخدميها ومستريحة فيها استخدميها. ودي طبعا تالت طريقة معايا. تابعوا بقى الفيديو لحد الاخر، ويا ريت لايك لايك يا جماعة، يا ريت لايك واشتراك لو انت ما انتش مشتركة في القناة. يبقى اثناء ما احنا بنتابع الفيديو كده شفنا مع بعض طريقة سلق الكرنب، وعرفنا انواع الكرنب هي ايه، وعرفنا كل نوع بيتسلق ازاي، وكل نوع بياخد قد ايه وقت من السليق. وتعرفنا على 3 انواع من التقطيع،
عرضناهم مع بعض في الفيديو. وطبعا هكمل بقية تقطيع الكرنب وهرجع لكم تاني، استنوني، اوعوا تروحوا في اي حتة تانية. ثواني وارجع لكم تاني، استنوني. خلاص انا قطعت كل الكميه اللي عندي اهون. وزي ما انا بقول لكم، على فكره انا بحب ان انا احط الورق اللي هو اخضر مع بعضه، والورق اللي هو ابيض شويه وفاتح مع بعضه، والورق الصغير شويه مع بعضه. بصوا بقى، انا عشق السنين عندي في ان انا احشي الكرنب في الحله دي، يعني اللي هي زي نظام علبه كده، اللي يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عندي هنا بقى بصلايه كبيره، هبتدي ان انا اخرطها بالطريقه دي، وهنشوف كل التفاصيل مع بعض. يا ريت ان انتم ما تجروش الفيديو كله مليان معلومات. هنعرف مع بعض طبعا بمشاهدة الفيديو اسرار الخلطة بتاعة المحشي بتاع ايمي والعائلة. طبعا انا عندي البصلايه الكبيره زي ما انا قلت لكم خرطتها. هو لو انتي مش بتعرفي تخرطي كده، يا ريت ان انت تخرطيها بالطريقه اللي انت شايفاها سهله بالنسبه لك، عشان خاطر بس ايديك. طبعا انا هنزل هنا بكميه من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا رفعت الحله بتاعتي على النار اهون. الزيت بتاعي ابتدى ان هو يسخن، ونزلت كده بمعلقه، تعتبر معلقه كبيره من السمنه البلدي. وهي دي برضو سر من اسرار المحشي اللي هيخلي ريحته جنان وهو بيستوي كده، ويخلي ليكي نفس جميل جدا وانت بتعملي الاكل. طبعا كمان تاني سر في الخلطة بتاعتنا اللي هي فص المستكة. واحنا بنعمل التسبيكة بتاعة المحشي او الخلطة بتاعة المحشي، ننزل كده بفص من المستكة مع حتة السمنة البلدي الجميلة دي، وشمي بقى كده الخلطة بتاعتك، شوفيها هتبقى ريحتها ايه. روعة 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 وجميلة جدا. هقلب كده البصلة بعد ما ضفت ليها نص معلقة من الفلفل الأسمر اللي هو الحب. وننزل كده بكمية الرز بتاعتنا. أنا هنا كان معايا كوبايتين من الرز، نزلت بيهم على البصلة كده. وهبتدي إن أنا أحور الرز بتاعي، وانزل كمان بمكعب مرقة دجاج، وابتدي ان انا اقلب الرز زي ما انتوا شايفين كده، عشان الرز كده ومرقة الدجاج والبصل والبهارات اللي انا حطيتها وفص المستكة والفلفل الاسمر ده بيدي ريحة جميلة جدا. ويا ريت ان انت تحطيه صحيح كده، ما تبشرهوش، ما يكونش قصدي مصحون. جربيه بس بالطريقة دي وهتعجبك جدا. هبتدي ان انا احور في الرز بتاعي او اقلب في الرز بتاعي مره واتنين وتلاته كده، بحيث ان البهارات اللي انا حطيتها دي تبتدي ان ريحتها تطلع وكده. عندي هنا بقى العصير بتاع الطماطم او الصوص بتاع الطماطم. طبعا الشفشق بتاع الخلاط ده انا حاطه فيه الكميه المناسبه من الطماطم مع قرن شطه كده، يكون سبايسي حراق. ولو انت مش عايزه الحراق يا ريت ان انت تستغني عنه. ومعايا كمان راس من التوم، ومعايا نص معلقة من السكر. يبقى كده قلنا الطماطم بتاعتنا واخدة ايه، واخدة راس توم، مقشرين راس توم، معاها نص معلقة من السكر، معاها قرن الفلفل الحراق. واحنا قلنا زي ما قلنا مع بعض، لو انت ما انتش عايزاه خلاص بلاش. هنبتدي كده نسيب الرز بتاعنا على نار هادية لحد ما يشرب السوائل اللي احنا حطيناها دي. وشوفوا بقى التركة اللي جاية دي جميلة جدا. عندي هنا 3 بصلات كبار من البصل الاخضر. على فكرة يا جماعة انا كده طفيت النار، وببتدي انزل بقى بالثلاث بصلات دول ان انا اخرطهم كده على الرز. وهي دي بقى التركة بتاعت الخلطة بتاعت المحشي بتاع ايمي والعائلة. هخرط بقى ال3 بصلات زي ما انتوا شايفين. دي اخر بصلة معايا، هبتدي برضو ان انا اخرطها كده. وننزل هنا بمكعبات فلفل احمر اخضر اصفر لو موجود، بس انا الاصفر ما كانش متاح عندي، فكان اللي موجود الاخضر والاحمر.
وهننزل طبعا بالخضرة بتاعتنا. يبقى احنا كده حطينا البصل. ولو انت ما عندكيش البصل الاخضر بتستخدمي بصلايه متوسطه من اللي هو البصل بتاعنا اللي احنا عملنا بيه في اول الخلطه. هننزل بقى بالخضره الجميله بتاعتنا. الخضره كانت عباره عن شبت، بقدونس، كزبره. ولازما المحشي يكون فيه كزبره. محشي من غير كزبره ما ينفعش. هنديله بقى كمان معلقه كده من البهارات بتاعه المحشي. ومعايا كمان نص معلقة من الملح، عشان احنا حطينا مكعب مرقة دجاج، فناخد بالنا يا جماعة من الملح. هنقلب كده ونديهم تقليبة تكون كويسة عشان كل المكونات بتاعتنا تتجانس مع بعضها. واحنا قلنا الخطوة الاخرانية دي احنا عملناها والنار كانت مطفية، عشان انا مش بحب احط الخضرة وان هي تتعرض للنار. هبتدي كده بقى ادوق المحشي بتاعي وظبطي حدق محشيكي كده. انا هنا بقول لكم اوكي، يعني خلاص ان هو مش عايز مني اي ملح خالص. شوفوا بقى التركه اللي جايه دي. هبتدي انزل كده ب3 معالق او 4 من الزيت واقلبهم برضو في قلب الخلطه كده كويس. بصوا بقى، فرقت معايا جدا، بيخلي الرز بتاعك كده بيبرق وجميل. تعالوا بينا بقى نشوف اخر التركات بتاعتنا في المحشي. فاكرين اللضلع اللي انا خرطتها؟ هو ده بقى وقتها. هبتدي انزل بيها كده في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. هفردها في الحلة كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا كمان اللي هو العيدان بتاعة الخضرة بتاعتي مغسولة وزي الفل. هبتدي اوزعها برضو في قاع الحلة مع الضلوع بتاعة الكرنب اللي احنا قطعناها. ومعايا هنا بصلة كبيرة خضرة، ولو برضو مش متوفر عندك البصلة الخضرة ممكن تستبدليها ببصلة صغيرة. معايا ورق لورا. وهننزل كمان بالكباب الصيني. ومع الحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها هنديهم كده رشة زيت. ومعاهم كمان نص قرن فلفل احمر حراق. لو انت مش حباه ده اختياري مش اجباري، بس بيدي طعم جميل جدا للمحشي بتاعك. ممكن تستبدليه باللي هو العادي، بس الحراق جميل جدا. ومحشي يا جماعة من غير ما يبقى حراق كده او حار بجد ما بيبقاش ليه طعم خالص. نزلنا هو بالنص القرن الاحمر الحراق اللي هو القرن الشطة. وتعالوا بقى شوفوا الخلطة بتاعتنا الجميلة والوانها الجميلة التحفة دي. والله بجد حبة خلطة كده اللهم بارك. وادي الحلة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا كنت هحطها قدام الكاميرا فلقيتكم مش هتشوفوا خالص. وعايزة ان انا اقول لكم على حاجة بقى. انا يا اختي بحسب الكاميرا متظبطه على ايدي عشان اوريكم المحشي كويس وهو بيتلف، وشغاله لكم بالبطيء عشان ان اشوف يعني تشوفوا لفتي بتكون ازاي. لقيت الكاميرا مش موضحه قوي يعني نوعا ما. انا بصوا شفتوا الحركه دي مش اي حد ان هو يعملها. انا بضحك طبعا، يعني بوريكم يعني ان انا شاطره وبوريكم ان الصباع بصوا حشيته وطلعته لفوق ولا مفك ولا جراله اي حاجه. انا هنا بحاول ان انا اوريكم بس لفه المحشي، وكنت شغاله على البطيء خالص عشان ان انا اوريكم اللفه بتكون ازاي. وطبعا برضو هي موضحه شويه كتار. هو ده حال اللي هو بيعمل لوحده يا جماعه. انا هنا بقول لكم برصه بالطريقه دي. بصوا شايفين صباعي الكبير ده؟ وانت بتلفي صباعك الكبير يضغط على كل لفة بتلفيها، يكون كده الصباع طالع من تحت ايديكي زي البلح، ولا صباع مفكوك ولا هيجراله اي حاجة. يعني بالمعنى الاصح لو خبطتيه في الحيطة يردلك تاني، مش هينفك خالص.
انا بضحك يا جماعة على فكرة. يعني بصوا، منظر الصباع باين. وهنا بقى حبيت ان انا اوريكم اكتر. و... وانا بلف لكم الصباع على الرخامة لقيت ايدي مدرقة عليها جامد. معلش، بس هو المضمون واصل لكم صح. يعني انا هنا بحط شوية كده مقدار يكفيني من الرز. وبحب ان انا اتني الورقة بتاعة المحشي على الرز، وانا بلف الصباع بحيث ان الرز ما يطلعش بره الصباع. بصوا هقول لكم على حاجة، انا بحب قوي وبستريح ان انا الف المحشي على ايدي. يعني مش بحبذ الطريقة اللي هي بتاعة الرخامة او الطبلية او ايا كان انت بتحشي عليه. بس انا بوريكم كده كذا طريقة للفة المحشي. بس انا كشخصيا انا بحب ان انا الفه على ايدي زي ما انتوا شايفين كده. هلفلكوا بقى كده الرصة الاولانية من الحلة واوريكم طريقتي طبعا في رص المحشي. يعني هعمل معاكم كده الرصة الأولانية بحيث ان انتوا تشوفوا الطريقة بتاعتي في رصة المحشي هتكون ازاي. بصوا الورق جميل جدا، والسلق بقى بتاعه سهل وجميل جدا برضه ومظبوط في السوا وتمام التمام. استخدمي بس الطريقة اللي انا وريتها لك في اول الفيديو في طريقة سلق الكرنب وهتبقي بإذن الله أستاذة في المحشي. بصوا هنا الصورة مش موضحة خالص وانا بلف الصوابع بتاعة المحشي مش موضحة معاكم. انا اسفة يا جماعة. بس هنا خلاص انا انتبهت اهو بقول لكم صباعي الكبير. اضغطوا كل ما تلفوا الورقة، كل ما تضغطوا بالصباع الكبير. وفي الاخر هيديكي صباع متماسك ويبقى صعب ان هو ينفك. يعني اعتمادك كله على الصباع الكبير. يعني ايد بتلف الايد التانية بتلف والصباع الكبير ده بيضغط. كل ما تضغطي بالصباع الكبير كل ما يكون الصباع معاكي جامد ويكون ملفوف كويس وما يسيبش معاكي في قلب الحلة. اظن وضحت الفكرة يا جماعة. اهو انا هنا بحاول ان انا اوضح لكم برضه اهو. وماشية بطيء ازاي. على فكرة انا سريعة جدا في المحشي، انا كده لحد الان بحشيلكوا وانا ايدي بطيئة. بصوا هنا بوريكم بقى الورقة وبوريكم ان فايدة النشابة بتكون ازاي مخلية الورقة معاكي طرية وسلسة ازاي. وكمان هيقابلني كده ورقة اللي هي بتبقى قاسية شوية اللي هي من عند الضلع من فوق. هوريكم ان باستخدام النشابة بقت الورقة طرية معايا خالص وبقت سهلة ان انتي تحشيها وتلفيها بسرعة، يعني تلفيها بسرعة. اهي دي الورقة اللي انا بكلمكم عليه. قد ايه بجد النشابة جميلة جدا، الفكرة دي جميلة جدا، يا ريت ان انتوا تستخدموه. هلف معاكم طبعا الحبة دول واوريكم الرصة بتاعتي. وطبعا لازما كده نقعد في الارض ونفرش كده المحشي، من غير قعدة الارض ما تنفعش. هاخد كل المحشي بتاعي ده والورق بتاعي واقعد بقى كده على الارض اظبط كده المحشي بتاعي واظبط الرصة وهرجع لكم تاني. يا ريت ان انتوا ما تروحوش في اي حتة تانية واستنوني قبل ما اسيبكم صحيح. انا طريقة الرصة بتاعتي يعني 5 كده بالطول و5 بالعرض. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني احنا نخلي كده 5 صوابع بالعرض كده زي ما انتوا شايفين وانا بشاور لكم وبوضح لكم في الفيديو هو. وزي ما حطيت 5 بالعرض احط 5 كمان بالطول. يبقى تمشيها كده، لو هتحطي 6 تحطي 6 بالطول. وهوريكم في الاخر اللفة هتبقى ازاي. خلاص انا خلصت محشي الكرنب. تعالوا بقى شوفوا التركة بتاعت محشي البصل. انا عندي هنا بصلاية كويسة هي قشرتها ونضفتها وظبطتها وغسلتها زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا اخرطها لحد النص بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. انا هنا بدل ما اسخن ميه وكده، فانا كان عندي طبعا اللحمه وهي بتستوي فحطيتها في قلب الشوربه بتاعه اللحمه.
هتحطيها كده دقايق وتطلعيها، وهوريكي ان انت تستخدميها ازاي. خلاص انا حطيتها دقايق اهي، شفتوا بقى بتطلع معايا بكل سهولة. ولو هتعصلج معاكي زي ما هي عملت كده تماما، برجع اردها في الحلة تاني لحد ما ايه تفك معايا كده، وبرضو بتطلعيها بكل سهولة. انا حطيتها بتاع دقيقة اهو، ورجعت خرجتها تاني، راحت طالعة معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى طريقتنا في المحشي بتاع البصل. وشفتوا بقى بيتلف معاكم بكل سهولة ازاي. بجد بجد محشي البصل ده جميل جدا، انا بحبه على الاخر. مين يا جماعة بيحب محشي البصل؟ اللي بيحب محشي البصل يا ريت يقول لي ان هو بيحبه. انا سامعة كتير بيقول لي فعلا ان انتوا كمان بتحبوه. هكمل بقى حشي البصل وهرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في اي حتة تانية، ويا ريت كده ما تبخليش وقومي اعملي لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، دعمكم بيفرق معايا جدا. هكمل بقى المحشي وهرجع لكم تاني، استنوني ما تروحوش في اي حتة تانية، ثواني وراجع لكم تاني. خلاص انا حشيت البصل بتاعي اهو، شايفين بقى الرصة؟ هو ده بالظبط اللي انا قلت لكم عليه. الرصة جميلة جدا وبتبقى شكلها شيك وجميل جدا. انا هحط بقى كمان معاها محشي البصل اهو داير ما يدور، بيبقى مدي شكل وجمال كده في الحلة. وفاض طبعا معايا كده كمان شوية رز، فقلنا نعمل كده على الماشي صباعين كوسة كده ونظبط المسائل. يعني حشيت كده كام صباع كوسة، وكان عندي قرن كمان من الفلفل حشيته كمان، يبقى كده عندنا محشي كرنب وكوسة وفلفل ومحشي بصل، وكده هنشهيص المسألة خالص. يلا بينا كده بقى نظبط الشوربة بتاعتنا الجميلة، اللي شايفين اللون بتاع الشوربة جميلة جدا اللهم بارك. نشوف كده الحدق بتاعها مظبوط ولا لأ. انا لقيت ناقص لها حبة ملح صغيرين حطيتهم لها، وبكده تبقى الشوربة بتاعتنا تمام التمام ومظبوطة. يلا بينا بقى كده نزيد المحشي بتاعنا ونشوف التكة بتاعتنا في المحشي هتكون ازاي. هنزل كده بالشوربة على المحشي. طبعا انا زدت هون المحشي بتاعنا، وهوريكم الزيادة الصح بتاعته بتكون ازاي. والتلات انواع برضو كرنب مختلفين تماما عن بعض في الزيادة. وخلي بالك من النقطة دي، هي بسيطة جدا بس تفرق معاكي. شايفة معايا انا هنا شلتلك الرصة اللي هي الاولانية اهون عشان اوريكي ان الرصة الاولانية ما بيبقاش طايلها شوربة خالص تماما. يعني اول رصة من الكرنب يا جماعة ما بيبقاش طايلها شوربة خالص. وبكده يكون دي الزيادة المظبوطة للمحشي. الكرنب البلدي والكرنب السبعيني بيتعاملوا معاملة واحدة في زيدان الحلة بتاعتك. اما الكرنب اللي هو البطة بتزيديه بس او بتسقيه شوربة نص الحلة بس، لان من كتر سماكة الورقة بيبتدي ان هو يخرج مية من جواه. فعشان كده ما تدهوش بس الا نص الحلة بس. وبكده قدرنا ان احنا نوضح في الفيديو كل نوع من انواع الكرنب بيتزاد ازاي او بياخد نسبة سوائل قد ايه. احنا قلنا ان البلدي والسبعيني بيتعاملوا معاملة واحدة، ما بتخليش الرصة الاولانية طايلها اي سوائل خالص. اما طبعا بالنسبة للكرنب البطة فهو يختلف، احنا بندي لحد نص الحلة بس شوربة. واول 5 دقايق سواء بلدي او بطة بيكون اول 5 دقايق على نار عالية، وبعدين نبتدي ان احنا نخفض الولعة عندنا تبقى في الوسط، ونسيبها كده لحد ما تشرب وتبقى تمام التمام زي ما انتوا شايفين كده. صباع المحشي متماسك ازاي، ولا رز بقى خارج من بره ولا حاجة خالص. يا رب تكون قدرت ان انا افيدكم بكل المعلومات اللي موجودة عندي، واكون كفيت ووفيت. وبكده يكون الفيديو انتهى، ولكم مني احلى تحية واحلى سلام. سلام.